السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هنعمل احلى عصير طبيعي شمام وان شاء الله الطريقة تعجبكم. هنا غسلتها وهاخد كده نصها هقطعها قطع للي حابب ياكلها كده، والنص التاني هعمله عصير. ما شاء الله بيبقى طعمه لذيذ قوي وهو عصير، خصوصا بقى لو جبتيها وطلعت مسخة معاكي حلها الوحيد العصير. لو جايبه بقى كميه كبيره طبعا مش هتعمليها كلها عصير، هتعملي على قد اللي هيشربه، والجزء التاني هتجمديه في التلاجة ينفعك في وقت تاني بقى في الجو الحر ده. حابه تطلعي في اي وقت تعملي عصير تطلعيها كده وهي مجمده كده وتعمليها تشربي احلى عصير. ممكن كمان تشيلي رمضان، اي فاكهه موجوده دلوقتي مش موجوده في رمضان نحاول نشيلها. رمضان بيحب العصائر الكتير وخصوصا العصائر الطبيعيه كلنا بنفطر عليها، ما شاء الله بتبقى طعمها حلو ومفيده. اللي مجربوش عصير بقى يجربه، حتى لو جبتيها طعمها حلو جربي كده اعملي عصير لو لسه مجربتوش، ما شاء الله طعمه كده لذيذ وهيعجبك. النهارده بقى عملته باسهل طريقه خالص، شويه ميه صغيرين، حطيت بس شويه ميه صغيرين عشان الخلاط يعرف يضربه. هو عباره عن كله ميه، مش محتاج ان انا احط له ميه، بس انا حطيت حبه صغيرين عشان الخلاط يعرف يضربه. وحطيت شويه سكر، ممكن بقى تضيفي له لبن حليب او لبن بودره مع ايس كريم او كريم شانتيه، برضو الحاجات دي بتديله طعم حلو. بس النهارده انا عملته بميه كده بسكر بس، وما شاء الله كان طعمه لذيذ. حتى برضو لو جبتي بطيخه حاولي تشيلي اللب منها وحاولي تتلجيها. والبطيخ بقى ما تضيفلوش ميه خالص، هو عباره عن ميه عشان تحسي كده ما شاء الله طعم البطيخ كده، تحسي اللي هو طعمه حلو، ما تضيفلوش ميه خالص. وبقولك تلجي البطيخ عشان ما تضيفلوش تلج ولا ميه عشان قوامه يبقى حلو ما يبقاش خفيف معاكي. وممكن برضو تضيفيله كريم شانتيه بيديله طعم حلو قوي. ده في حالة البطيخة لو طلعت مسخة معاكي. احنا السنة دي جبنا بطيخ كذا مرة وقليل خالص واحدة ولا اتنين اللي كان طعمهم حلو، وكل ما اجيب واحدة بتطلع مش كويسة، وكنت بعملها بالطريقة دي. هنا بقى بصوا هضيفله شوية مية صغيرين عشان بس الخلاط يعرف يضربه، وشوية سكر صغيرين. السكر بقى حسب ما انتي بتحبي، انا الحبة اللي حطيتهم قدامكم ومحطتش تاني، يعني كان طعمه ما شاء الله حلو. احلى حاجه بقى تشربيه في وقته، عشان لو سيبتيه شويه تلاقي الميه انفصلت منه. عصير الشمام بيتشرب في وقته. هنا بقى زوقتلكوا الكوبايات بقى عشان تحطوا لايك، واللي مشتركش يشترك. هنا بقى ما شاء الله القوام بتاعه جميل ازاي. يا رب الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناه عشان تكبر وتنجح بيكم. وبشكر كل اللي اشترك في القناه، بشكركم واتمنى لكم السعاده والتوفيق يا رب، وربنا يبعد عنكم كل شر ويبعد عننا كل شر، وبتمنى لكم الخير، وربنا يغير حياتكم للافضل والاحسن وغير حياتي للافضل والاحسن. ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.